بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد. الفيديو النهاردة هنتكلم عن مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدور قبل النهائي لكأس السوبر المصري بالإمارات. المباراة اللي انتهت 2-1، والأهلي وصل لنهائي البطولة اللي يقابل الزمالك إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله في نهائي البطولة. المباراة آه، المباراة كانت قوية من الطرفين، ولكن للأمانة والحق كان فريق سيراميكا كليوباترا أحسن كتير من النادي الأهلي. أنا من قبل المباراة يعني قلت، حتى عملت فيديو على السريع كده، تحفظت كتير على على التشكيل اللي بدأ بيه كولر والطريقة بتاعته. وهي يا جماعة كولر يعني أصل هي التغيير لمجرد التغيير. هي الفكرة مش قصة التغيير، فكرة قصة طريقة مش قصة أفراد. يعني كولر دلوقتي ماشي في الطريق الغلط، عامل زي ما يكون واحد عنده صداع يروح يجيب حاجة دواء للبطن. انت عندك مشكلة في انك مش عارف تطلع بالكورة، وفاكر ان المشكلة في الافراد. مش عارف تطلع بالكرة خالص، ومش عارف تاخد الكرة التانية نهائي. يعني تخيل اللي كان بيتعمل فيه تيبيكال، صورة طبق الأصل في مباراة الزمالك اتعمل النهاردة. الفرق شوية ان اللعيبة كانت فايقة، فقدرت ان هي تلم نفسها بعض الوقت وتلم نفسها في الشوط الثاني. واللياقة البدنية بتاعت سيراميكا ما اسعفتهمش بالقدر الكافي. ولكن هي فعلا نفس اللي يعني الصورة طبق الاصل من مباراة الزمالك والاهلي، هي صورة طبق الاصل من سيراميكا كليوباترا والاهلي. وعملوا نفس، بالعكس سيراميكا عمل عليك فرص اكتر كتير من اللي اتعملت في ماتش الزمالك منهم فرقة يعني على قد حالهم، ما قدروش يوصلوا للفريق بتاعك غير كرة واحدة اللي جابوا منها الجون. دول لا، وصلوا وجابوا جون وجول وعملوا فرص، وشاط كرة طلعها شوبير، وعملوا وضغطوك فعلا ضغط شديد. انت مشكلتك في ايه؟ عشان نختصر الكلام، انت غيرت 5 تغييرات، وده في عرف الكرة مش موجود. مفيش حد في الدنيا يغير 5 تغييرات في اول موسم وانت لسه بتثبت. انت جاي من راحة، فين انت بتعمل تدوير بعد ماتشين؟ انت كل اللي لعبته من اول ما جيت، لعبت ماتشين جورماهيا، ودول كانوا ماتشين يعتبروا فتره اعداد، وماتش الزمالك والماتش النهارده. فين بتدور من قبل ما يبتدي الموسم؟ ده التدوير ده بعد ما يلعبوا 10 12 ماتش متتالي ابتدي اريح بعض الناس لكن النهارده انت لسه تالت رابع ماتش، لسه اللاعب بيجيب فورمته بيجيب نفسه، تقول له اقعد؟ فما ينفعش. وبعدين التغيير لمجرد انت النهارده، ايه الفكره في انك ببدا بندفيد وما ببداش بمروان؟ وايه الفكره ان بقى ابتدي ما ابداش ما ابداش بحسين الشحات وابدا بطاهر، او ابدا بامام طرف؟ ايه يعني ايه الفكره؟ انت مشكلتك كلها منحصرة في ان انت الفرقة كلها عرفت طريقة لعبك، وبتضغط عليك باتنين وتلاتة واربعة كمان على حامل الكورة، فبيتبرجل وما بيعرفش يطلع بالكورة. ولذلك ولا تقريبا ما فيش غير بعد ما جبنا الجون التاني، وبعدين بدأ يغير، نزل كوكا ونزل مروان ونزل عمرو السولية، بدأت تمسك الكورة شوية وتعمل باص، مش كتير برضه، ولكن كنت على الأقل يعني الدنيا. لكن في مجمل المباراة انت مش عارف تطلع بالكورة، انت مش عارف تعمل 7 8 باصات على بعض، مش عارف تضغط على الفريق من قدام. انت المفروض القصة دي حلها اتنين، حلها من وجهة نظري. وبعدين فين اشرف داري؟ ما تقولوا لنا يا جماعه الراجل ده عنده اصابه مزمنه ولا ما عندوش، ولا ايه قصته بالظبط؟ انا جايب لعيب 2.5 مليون دولار عشان اطلعه بره السكور. طب وانا يبقى انا كده بقى ده اهدار مال عام. ده بتقولوا لنا اشرف داري ايه اللي فيه؟ ليه ما يبداش؟ ما هو ده ممكن يحل لك المشكله اللي انت عمال المعضله اللي انت فيها دي. حطيت قفشه عشان يمسك الكوره، بس ما فيش حد بيظهر له. ما هي الفكرة كلها يا جماعة، لازم الكرة دي لعبة جماعية. أنا مش هجيب بيليه ولا مارادونا ولا ميسي وأقول له انزل ملعب رقص، العب قصادهم 11 لعيب دافع وهاجم وجيب جول. لا، أنا لما أمسك الكورة، لا، زميلي بيتحرك لده، وده بياخد يمين، ده خد بشمال، بيبقى عنده خيارات، بيتحرك بدون كورة، يبتدي اللعيب يعرف
يعرف يجيب ايه، يعرف ياخد ياخد اماكن، يوسع لزميله ويعمل انطلاقات. طب فين الكرة التانية؟ مش عارف اخدها. فين الهجمة المرتدة؟ فين ان انا زي ما كنت بعد السنة اللي فاتت، لما اجيب جول بقف تحت الكورة واعمل هجمة مرتدة برعب الدنيا. فين ده؟ حسين الشحات مش عارف يوقف الكورة، مش عارف يوقف الكرة وينطلق. فين وسام؟ فين اللعيبه اللي في وسط الملعب اللي بتيجي تقف وتسنع الكرة؟ كل الفرقه نفس خطه نادي الزمالك، اللي هو خلاص بقى يضغط عليك باتنين وتلاته على حامل الكرة وعارف ان هيقطع عليه، لان حامل الكرة بيلاقي نفسه اللعيب محاصر بثلاثه من كل اتجاه، في كل زوايا التمرير بتاعته مقفوله، والبيه التاني ما بيتحركش. فانت عندك مشكله، مشكله مش في الفرد. انت غيرت افراد، جبت ده مكان ده احمد زي الحاج احمد، لا. انت لازم تدرب اللعيبه بتاعتك، اللعيبه الكويره اللي بصاحبه الكوره، ان هي تلعب تحت ضغط رهيب، تعملها في التدريب. تعمل ان شاء الله يكون مثلثات، ينضغط على اللعيب بالثلاثه والاربعه وازاي يطلع الكوره. وطبعا انا مش مطلوب مني ان انا يعني مش مطلوب مني ان انا اعلمه اللعيب ياخد 15 20 مليون ازاي يطلع بكوره. فطبعا الاهلي يعني عدى بخبراته، ولكن احنا بنحذر بكده هيبقى في صعوبة في الموسم. سيبك من ماتش الزمالك، ماتش السوبر والكلام من كله، لكن احنا بنتكلم بصفة عامة. لازم المدرب يشوف له حلول للمشاكل اللي في الفرقة ديت، لأنها مشاكل واضحة وظاهرة، وده هيخلينك تعاني انك داخل على مباراة العين، داخل على مباراة الزمالك وبعدين الدوري. فلازم تشوف حلول سريعة. النهارده يحيى عطية الله عرضياته فعلا متقنه، بس عايز يطلع ويزيد. فين وهو فين الاوفرات بتاعت عمر كمال ابو واحد؟ ولا اوفر. فين الشوط بتاع امام عاشور؟ ولا شوطه واحده في الهوا ومش عارف ايه. فانت لازم الناس تتمرن صح، ولازم تلعب. والفكره مش قصه، بالعكس اللعيبه الاساسيه اللي معاك فارقه جدا، وما ما نزلوا عملوا. فانت المهم تمرن اللعيبه على الطريق. فريق سيراميكا فعلا فريق ممتاز، فريق رهيب. ومع احترامي لاي حد، القندوسي حرام انه يمشي من الاهلي. لا، لعيب فارق، مستواه مختلف. سيبك من الكلام اللي هم عمالين يقولوه ده قال لا لا، لعيب. انا دافع فيك 1.5 مليون دولار او 2.5. لعيب ممتاز ممتاز. وخساره فعلا انك ما عندكش الكواليتي. عندك لعيب ده لو اتمرن في الاهلي ولعب له 7 8 مباريات مش هيفرق كتير قوي. ان شاء الله باذن الله هنعمل فيديو بقى عن مباراه الزمالك ونحللها كامل. دلوقتي سيراميكا الف الف مبروك على المستوى. والفرقه سيراميكا ديت لو لعبت بالمستوى ده في الدوري هيبقى لها شأن كبير وشأن عظيم. وان شاء الله باذن الله تلعب على المركز الثالث والرابع. ليا كلمه اخيره لبيراميدز: شوف لك شغلانه تانية، شوف لك شغلانه تانية. فرقة اللي بالمنظر ده، اللي فيها في الشوط الأولاني يقدر يكسب اتنين وتلاتة ويطلع متعادل بكرة واحدة في مباراة، وفرقة اللي يجي لها ضربة جزاء، وفرقة اللعيب اللي في فرقتي اللي بياخد 20 و30 مليون يقعد يعمل لي كده ويعيط لي بعد ما يجيب جون زي يوسف أوباما، ده ما يقعدش في فرقتي. واللاعب اللي زي مصطفى فتحي اللي قاعد داخل بتهور كذا مباراة على فكرة ضيع ضربات جزاء، وتدخله ليه؟ ما انت عندك فرقة مليانة لعيب. لأ، فعلًا بيراميدز لازمًا لهم حل، لازم لهم حل. فرقة ما لهاش فعلًا، فرقة فيها لعيبة كبيرة. فين؟ ده أنا في الشوط الأولاني في أول نُص ساعة قُلت هيكسبوا 3 4. الزمالك مش قادر يضغط عليهم ولا يعمل حاجة. فديّة ملخص للي حصل النهارده. وإن شاء الله بإذن الله الأهلي والزمالك في النهائي، والأهلي يكسب بإذن الله. والأهلي لو ركّز وعمل الحاجات اللي أنا باقول لحضرتك عليها، إزاي يطلع بالكورة وإزاي يضغط من قدّام، اضغط من نُص ملعبه واضغطه هو، ما تخلّيش هو اللي يضغطك. هتلاقي الدنيا تبقى كويسة إن شاء الله. والأهلي بإذن الله يكسب ويكسب السوبر بإذن الله. باتمنى إن شاء الله إن الكلام بتاعي يكون عجبكم والتحليل. وإذا عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وأتمنى التوفيق لكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا.